واش عمرك درتي تحليل السكر وطلع مزيان ولكن الطبيب قال لك عندك بداية السكر؟ فاليوم غادي نتكلموا على تحليل كيعطيك القصة الكاملة على مستوى السكر في دمك. تحليل واحد يقدر يقول لك واش السكر ديالك مستقر ولا مرتفع او حتى انك في طريق الاصابة بالسكري. هذا التحليل هو السكر التراكمي او ما يعرف بالهيموغلوبين جليكي. فمرحبا بكم في قناة نبض التحاليل. حلقة اليوم مهمة لأي شخص كيعاني من مرض السكري أو حتى اللي باغي يعرف أشنا هو السكر التراكمي. السكر التراكمي هو تحليل كيقيس نسبة السكر المرتبطة بخلايا الدم الحمراء. كيعطينا معدل السكر في دمك خلال آخر 3 شهور، لأن عمر كريات الدم الحمراء هو تقريبا 120 يوم. يعني باختصار ماشي بحال تحليل السكر العادي اللي كيعطيك النتيجة ديالك داك النهار فقط. السكر التراكمي كيعطيك فكرة عامة على السكر ديالك طوال الشهور اللي فاتت. كيفاش نقرا النتيجة؟ بالنسبة للنتائج كتكون كنسبة مئوية أقل من 5.7%، هي النسبة الطبيعية للسكر التراكمي في الدم. من 5.7% إلى 6.4% مرحلة قبل السكري. أكثر من 6.5 كيعني أنك مصاب بداء السكري. بالنسبة للناس اللي عندهم السكري فعلا، الطبيب كيهتم بالنتيجة لتحديد وصفة العلاج. ففي بعض منكم غيتسائل شنو هو الفرق بين السكر التراكمي وتحليل السكر العادي. تحليل السكر العادي كيعتمد على الوقت اللي درتي فيه التحليل. مثلا ممكن دير تحليله وانت صائم وتخرج لك نتيجة طبيعية، لكن السكر عندك كيبقى مرتفع بزاف بعد الأكل. لهذا السكر التراكمي كيعطي الصورة الكاملة والشاملة، بمعنى حتى لو ان السكر ديالك طبيعي فالهيموغلوبين كليكي يقدر يكشف لنا الحقيقة اللي كتحصل في الجسم ديالك كل يوم. باش تحافظ على توازن السكر التراكمي في الدم خاصك التغذية المتوازنة، خذ الوجبات في المواعيد منتظمة، نقص من السكريات السريعة بحال العصائر الحلويات والمشروبات الغازية، بدلها بالفواكه والخضر والبقوليات. مارس الرياضة بخفيفة بحال المشي 30 دقيقة يوميا، تقدر تنقص السكر التراكمي بنسبة ملحوظة. خذ قسط مهم من النوم والراحة، لأن قلة النوم كتأثر على الهرمونات وكتخلي السكر يطلع. حاول ترتاح مزيان وتقلل من التوتر. حتى لو كنتي كتحس براسك بخير، دير التحليل مرة كل 6 شهور، واخا تكون غير باش تطمئن على صحتك. أما بالنسبة للناس اللي مصابة بالسكري فراه مهم كل 3 أشهر مراقبة. فإلا كان الهيموغلوبين جليكي طالع راه رسالة من الجسم ديالك كيقول ليك السكر ديالك كان مرتفع بزاف خلال الشهور اللي فاتت. وهذا الشيء ممكن يؤدي مع الوقت لمضاعفات خطيرة بحال مشاكل في العينين، أمراض القلب والشرايين وتلف الأعصاب وضرر في الكلى. لكن الجميل في الأمر أن السكر التراكمي يمكن يتحسن غير بالالتزام بالنظام الغذائي والدواء والرياضة. غادي تلاحظ الفرق بعد 3 أشهر فقط من الانتظام على هاد 3 الحوايج. تحليل الهيموغلوبين جليكي ماشي غير رقم في ورقة، هو مؤشر كيعكس أسلوب حياتك خلال الشهور الأخيرة. خليه يكون إنذار مبكر ووسيلة تحفيز باش تهتم بصحتك أكثر. ما تنسوش تشاركوا الفيديو مع الناس اللي عندهم السكري. خلي تعليقك شحال كانت آخر النتيجة ديالك في السكر التراكمي، واش كنتي راضي عليها. إلا عندكم شي تساؤل ولا بغيتو نتكلم على شي تحليلة خليوها لي في التعاليق. أنا دائما معكم من نبض التحاليل. دمتم بصحة جيدة وفي رعاية الله، وإلى اللقاء.